مسلسل سكويد جيم كان على بالكم باللي مقتبس من قصة حقيقية، وليس فقط القصة حتى المكان حقيقي. على سواحل كوريا الجنوبية تم العثور على جزيرة كانت مختفية منذ عقود تحت اسم سيونغابدو. هذه الجزيرة استخدمتها الحكومة الكورية كموقع تصوير خارجي، لكن في الحقيقة هذه الجزيرة تخفي ماضي أسود تحت اسم برادرز هوم. برادرز هوم هو مركز كرياته الحكومة الكورية. في الثمانينيات كانت تستعد كوريا لاستضافة الأولمبياد، بصح كانت حاجة واحدة برك تشوه لها السمعة تاعها، ليهم المتسولون المتشردون وذوي الاحتياجات الخاصة. فقررت الحكومة الكورية التخلص منهم نهائيا. باش يتخلصوا منهم نهائيا أسسوا مركز برادرز هوم. هو في الحقيقة مش مركز، هو عبارة عن سجن كبير. كان في كوريا الجنوبية أشخاص اللي يكون الشكل تاعهم غير لائق ولا يكون متسول ولا من ذوي الاحتياجات الخاصة، كانوا يختطفوه ويديوه لهذاك المركز. في المركز هذا كانوا يمارسوا يوميا أعمال شاقة من أجل الخضوع والطاعة. حوالي 38 ألف واحد قدروا يختطفوه ويحطوه في هذاك المركز، منهم أطفال، مراهقين، شيوخ، وكاين اللي حتى المصير تاعهم شغل درك معرفوش واش المصير نتاعهم. واللعبة تما كانت واضحة، إما أن تطيع أو تكسر. إيسونسيال كانت تشابهات كبيرة بين برادرز هوم وبين سكويد جيم. جزيرة معزولة، أشخاص يختطفون، ألعاب عنيفة، مصير واحد للضعفاء. سؤال المطروح، اسكو سكويد جيم قصة خيالية وجاءت صدفة مع برادرز هوم، ولا داروها بالعاني باش يبينوا لنا واش كان يصرى تما؟ عطيونا رايكم في التعليقات.